السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. وحشتوني كتير. لو أول مرة تشوفني، معاك مطبخ مكة للأكلات المصرية، وهقول لكم حبايب قلبي كل حاجة بكل حب وكل مصداقية. بس كل اللي عليك ان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. النهاردة بقى بصوا الجمال، عدى الكلام. بصوا بقى حاجة بقى تحفة، وهنعمل حلويات، وهنعمل حاجة كده بقى طعمة، وهنعمل ميني كيك أو ميني تورتة. النهاردة حاجة بقى تحفة كده، مش قادرة أتكلم عليها من كتر الحلاوة والجمال. في ظل طبعا كلنا عارفين حبايب قلبي الأسعار اللي نار. مادام الحاجة متوفرة عندنا في البيت إن شاء الله حبايب قلبي، نعمل حاجة حلوة وحاجة سهلة، وإن شاء الله هتدمنيها والطعم خرافة. وإن شاء الله هتكون حاجة كده حلوة، ولادك يفرحوا بيها حبايب قلبي. دي كل المقادير معانا النهاردة حبايب قلبي. كان معانا قوالب كنت جايباها جديدة، أنا ضعفت الكمية شوية وعملت في مج كبير غير المج اللي هو بتاع الشاي اللي هي الكوباية العادية، علشان حبايب قلبي يطلع لنا كمية محترمة كده على قد عددنا. وإن شاء الله كنت جايبة القوالب هوريها لكم وأقول لكم عملنا كام قالب. إن شاء الله كان معايا كوب ونص سكر، ومعانا دقيق، ومعانا لبن وبيض، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. كل المقادير اهي. اول حاجه حبايب قلبي، جبنا الخلاط، حطينا حبايب قلبي فيه 4 بيضات واتنين باكت فانيليا، دول اللي كانوا عندي، فانا حطيت عليهم 2 معلقه خل يا بنات، بتدي هشاشه جميله جدا جدا للكيكه. لو ما عندكيش الفانيليا ان شاء الله كافيه معاكي، إذا كانت باكت او سايله. ودي الكوبايه ونص. بصوا المج بشاور لكم حبايب قلبي عشان ده اللي هنعاير بيه كل حاجه ان شاء الله. حطيت 1.5 سكر، ودول ان شاء الله الكوبايه اللي هو المج اللي بنعاير بيه، هو كل اللي هنعاير بيه عشان تطلع معاكي كيكه ناجحه. حطيت كوبايه الا ربع حبايب قلب زيت ذره نضيف ان شاء الله، وحطيت معلقه زبده. مش عايزه تحطي زبده حبايب حبيبه قلبي، ممكن تحطي كوبايه كامله زيت، بس انا بحط معلقه كبيره، بتدي تطعيمه حلوه جدا جدا يا بنات. زي ما انتم عارفين ام مكه لازم بتحط معلقه زبده، بتدي تطعيمه حلوه جنب الزيت ان شاء الله للكيك. وضربناهم حبايب قلبي، شغلنا الخلاط لغاية 10 دقايق كده، ما نفصلش لغاية ما يبقى قوامه كريمي. أول حاجة الزيت والبيض والسكر، علشان حبايب قلبي يدي قوام كده كريمي. وكل اللي ما عندوش مضرب كهربائي إن شاء الله الطريقة الناجحة دي اللي أنا بعتمدها إن شاء الله هتعجبك. ودول حبايب قلبي بعد ما اتخلطوا 10 دقايق، بعد كده آخر حاجة حطينا حبايب قلبي كوب لبن، وإن شاء الله نرجع نضرب تاني 5 دقايق كده لغاية ما كله بقى يمتزج مع بعض. وبصوا بقى الجمال والتحفة وريحته جميلة. وبنفس المج حبايب قلبي جبناه اهو، وهنحط 3 دقيق منخول كويس جدا جدا عشان يبقى فيه هوا كده، ويبقى يدي علو حلو جدا جدا للكيكة. حطيت حبايب قلبي، كنت بعاير بالمج، نفس المج زي ما قلت لكم عشان تطلع معاكم كيكة ناجحة. حطيت 3 كوبايات حبايب قلبي. بصوا انا بعمل لكم 3 اهو عشان تكونوا ان شاء الله، اكتب لكم كل حاجة في صندوق الوصف. وحطيت ذرة ملح وكيس بيكنج باودر. وحبايب قلبي هنا بقى دول كان معانا 3 اكياس نسكوي، هنحط حوالي ادي معلقه وان شاء الله 2. وحبايب قلبي حطيت حوالي معلقتين ونص، انا حطيت 3 بالظبط. بعد كده رجعت حطيت نص معلقه، وسيبنا الحبه دول هقول لكم نعمل بيها ايه. ما عندكيش، انا ما كانش عندي كاكاو خام، ممكن تحطي كاكاو خام، وهي الوصفه دي اصلا بس لازم كاكاو خام، بس انا بصراحه ما كانش عندي والعطار بعيد عندي، فقلت النسكوي هيحل محل كاكاو. وان شاء الله حبايب قلبي خلطناهم كويس جدا. وبعد كده جبنا المكونات السايله، ونفضل بقى نخلطها لغايه ما يدينا قوام جميل جدا جدا. انا حطيت بقى نص تاني، حطينا 3 معالق نسكوي، بس المقطع ده جري مني معلش سامحوني. وبعد كده حبايب قلبي بصوا بقى القوالب الجميله دي، انا كنت جايباها جديده، بس هم كانوا 3 بس عند اللي هو مستلزمات الادوات المنزليه. فانا جبت ال3 دهنتهم زيت، غسلتهم اول حاجه كويس جدا، ودهنتهم زيت من كل حته، وحطيت معلقه دقيق كده هنبدر بيها كل القالب ومن كل الجوانب، عشان حبايب قلبي انا خفت ان هي اول مره اني تلزق ان شاء الله في الكيك ويطلع معانا بكل سهوله.
بسهولة. كنت بافضّي باخبز 3 وبعد كده باحط الباقي. الكمية دي حبايب قلبي عملت لنا 8 قوالب عسل، عسل وتحفة، وهاقول لكم كل حاجة وإحنا شغالين. خلّصنا القوالب وجبنا الكيك إن شاء الله العسل التحفة اللي إحنا عملناه الهش اللي إن شاء الله هيعجبِك. ما عندكيش نسكويه هتحطي البديل بتاعه كاكاو الخام الغير مُحلّى من عند العطار، بس أنا حبايب قلبي زي ما قُلت لكم ما كانش عندي، وهنحط بس النُص ونحطه إن شاء الله في الفرن على درجة حرارة 180 بعد 40 درجة تختبريه. لو استوى حبايب قلبي بنطلّعه بخِلّة أو سكينة رفيّعة. ما استواش نوطّي النار شوية ونسيبه حوالي 5 دقايق كمان لغاية ما يستوي. لو فرن عادي برضُك تختبريه بعد 35 ل40 دقيقة حبايب قلبي وبيطلع معاكِ أحلى كيك إن شاء الله. بُصّوا بقى إحنا ملينا حبايب قلبي أهو لغاية النُص بس، علشان طبعًا لسه هيرتفع وهنشوف بقى شكله. وقعدت بقى إن أنا أخبز وأفضّي وأرجع أحط تاني. الكمية دي حبايب قلبي زوّدتها علشان عملت لنا 8 كيكات. بُصّوا بقى الجمال و8 قوالب تحفة، تحفة وحاجة كده ما شاء الله. ولون النسكويك كان حلو جدًا، جدًا وطعمها يا بنات بُصّوا بقى الجمال. وبُصّوا الفيديو بيتكلم عن نَفْسه، وإن شاء الله حبايب قلبي تعملوها وسهلة كده وحاجة بقى تحفة جدًا، جدًا. بُصّوا وطرية واستوت معانا. ولازم حبايب قلبي قبل ما نبدأ في التشكيل نسيبها طبعًا ساعة تبرد. دي أنا كنت سايباها حوالي ساعة أو ساعة إلا ربع لغاية ما بردت خالص علشان أحط عليها أي مكون ما يسيحش معاكِ. تحفة. يالّا بقى اعملي لي لايك ويالّا اشتركي في القناة عشان يوصلِك كل جديد. بُصّوا بقى هنا حبايب قلبي عملنا إيه. أنا كنت ممكن أجيب الشوكولاتة وأزينها من فوق، بس أنا بقى قُلت إيه إن أنا أفتحها كده ومعانا شوكولاتة خام هاوريكم دلوقتي علشان نحط في قلبها شوكولاتة، واللي يفتح بقى وياكل يلاقي كلها شوكليت كده وعسل، عسل. عملت بس دايرة بسكينة رفيعة كده، هنشيل بس الحتة اللي فوق دي هاوريها لكم علشان حبايب قلبي هنغطيها بأحلى شوكليت وهتبقى بقى طعمها تحفة. واللي جوه يفتح كده يلاقي شوكليت كده ويلاقي بقى الطعم يا بنات خرافة. كانت بصراحة يعني حاجة جميلة جدًا، وأنا كنت فرحانة بالقوالب وكان عندي المكونات وقُمت عملتها، وولادي كانوا فرحانين بيها جدًا، جدًا. بُصّوا بقى من جوّه الكيك مستوي ومفرّغ وتحفة وعسل مهما أقول لكم، يعني مش قادرة أوصف لكم. ده كان معانا بقى كوب شوكولاتة مبشورة عشان يسهل علينا. أنا حطيت حوالي 4 معالق كده على جنب. ليه يا أم مكة؟ هاقول لكم حبايب قلبي ليه. وكنت مسخّنة ربع كوباية لبن وحطيت فيه معلقة زبدة صغيرة علشان نعمل جناش حبايب قلبي اقتصادي، ونعمل جناش كده تحفة بدل ما نسيح الشوكولاتة وتبقى جوّه لمّا تخش في الكيك يبقى ناشف. لأ، اعملي ده الجناش الاقتصادي على قد إيدينا، وبديل الكريمة بيبقى لبن وقطعة زبدة كده وبيبقى سهل. نحط لغاية حبايب قلبي ما يبقى القوام مضبوط معانا. ولو طلع خفيف بقى ال4 معالق اللي إحنا شايلينهم دول بُصّوا طلع معانا خفيف سِنّة، بنزوّد كده لغاية ما بيبقى قوامه تقيل كده. وكل ما بيقعد كل ما بيتقل يا بنات وبيبقى تحفة. إن شاء الله في حلقة كده نعمل حلقة صوصات مع بعض تخزّنيها وتستعمليها لأي حاجة حلوة إن شاء الله زي كده. بُصّوا أنا خلطت كده لغاية ما السمك بقى حلو، وكل أمّا يقعد إن شاء الله هيتقل معانا. وحطيت بقى شوية سِبت معلقة شوكولاتة مبشورة على جنب، وهاقول لكم بقى دي للتزيين هنزين بيها إن شاء الله في الآخر. وبُصّوا بنحط بقى كده يعني كل أمّا نلاقيه خفيف لا إمّا نحط حبة شوكولات لا إمّا نحط حبة لبن. وسِبت حبة وللتزيين لغاية حبايب قلبي ما خدت السمك مضبوط. ما تحطيش الشوكولاتة كلّها من الأول علشان لو احتاجت وطلعت خفيفة تزوّديها حبيبة قلبي. ضربنا كده بالمضرب أنا بس عشان أخلط كل الشوكولات، هي طبعًا مبشورة فساحت معايا على طول امتزجت مع اللبن وكانت تحفة، تحفة. وبعد كده حبايب قلبي بقى عملنا إيه، أهي تحفة وسِبناها على جنب. وبعد كده بقى نعمل كريمة عسل كده. كان معانا كوباية كريم جانتيه، وبعد كده كان معانا كوباية إلا ربع أهي مَيّة. دي مَيّة ساقعة بس المفروض كانت في الفريزر بس هي كانت ساقعة. أو ممكن نحط إن شاء الله لبن ونضربهم بالكريمة. دي كريم جانتيه بسكر من عند أي عطار بتجيبيه موثوقة فيه، وبتحطي كل ما بتحتاج مَيّة بنحط حبة بحبة. وحطيت بقى معلقة النسكويك حبايب قلبي اللي أنا خليتها دي حطيتها عليها عشان تدّي بقى طعم. وخدت من الجناش ده معلقتين وحطيتها. مش قادرة أوصف لكم يا بنات كانت حاجة بقى تحفة، وحاجة مهما أوصف ومهما أتكلم مش قادرة أوصف لكم. يعني تحفة. أنا باعملها كده على طول وإن شاء الله تعتمديها وتجربيها وتعمليها على طول. وزوّدت بقى آخر حبة مَيّة كده ساقعة متلجة أو لبن زي ما تحبي، بس أنا ما كانش متوفر إلا كوباية عندي عملنا بيها الكيك. ونضرب بقى يا بنات وبُصّوا بقى الجمال والحلاوة والتحفة. لغاية هنا بقى كده وممكن تكتفي. بس أنا بقى كان حبايب قلبي بعد ما ضربت كده كان لقيت عندي معلقتين لبن بودر. أنا حطيتهم ليه يا أم مكة؟ علشان يدّوا تماسك، ولمّا أحط الكريمة فوق الكيكة تفضل كده متماسكة وما تسيحش وتفضل كده زي ما
بيقولوا جامدة شوية، واديتها في نفس الوقت يا بنات طعم حلو جدًا، جدًا. مش عايزة تضربي النسكوي أو الجناش والكريمة مع بعض، أهي دي الاتنين معلقة لبن بودر، دي اختياري، أنا مش باجبرِك على حاجة، بس هُم كانوا عندي زيادة وفي نفس الوقت يا بنات ادّوا طعم جميل جدًا. كنت بقى جبت الاسباتولا وخلطت بقى اتأكدت إن كلّه كده مضبوط، وبُصّوا الكريمة كده بقى معانا خلصت، نضرب فيها لغاية ما تعمل معانا يا بنات منقار. وكنت باطلّع بقى بُصّوا الحركة بتاع أم مكة، باطلّع كده عشان أنا إيدي واخدة على شغل المطبخ، فبافرغ منها الكريمة الزايدة. وبعد كده حبايب قلبي جبنا الكيك، بصوا بقى التحفة بالغطا بتاعه ده، وهنحشيه بقى بالشوكولاتة، العسل، التحفة اللي هو الجناش الاقتصادي اللي على قد إيدينا. إن شاء الله أي حاجة في البيت تعمليها وتفرحي بيها حبايبك يتبسطوا بيها، وبتزيين بسيط كده. أنا مش باحب بصراحة الحاجة المعقدة كتير، و علشان حبايب قلبي بتطلع بسيطة كده، ونفرح اللي حوالينا ونفرح حبايبنا بأقل التكاليف. بصوا حبايب قلبي، طبعا كلنا عارفين بقى يعني هي ما شاء الله القالب حجمه حلو، ولو رُحنا بقى جبنا 2 والّا 3 من أي بقى دلوقتي من محل، أنتم عارفين أسعار الجاتوهات والتورت حبايب قلبي أسعار نار. فإحنا لو في حاجة في إمكانيتنا نعملها وفي البيت إن شاء الله، ونحاول يعني نوفّر شوية على قد ما بنقدر، وبإمكانيات بسيطة ما فيش أي مشكلة. بُصّوا بقى إحنا حطينا في القوالب أهي عشان كل اللي يفتح زي ما قُلت لكم يلاقي بقى الشوكولاتة دي يا بنات بقى تحفة، يعني مش قادرة أقول لكم، وتحفة بقى تحفة يعني والله مهما أوصف. الحمد لله رب العالمين. كل اللي يدوقها يقول لي ده مش يعني مش يعني حاجة كده تحفة زبدة. وبعد كده حبايب قلبي أنا حطيتها 5 دقايق لو تلاحظوا عقبال ما عبيت القوالب الكيك بالشوكليت، حطيت بس الكريمة 5 دقايق حبايب قلبي. كانت تلّجت في مسكت شوية في الفريزر أو التلاجة. وبعد كده بقى حطيتها في الكيس الحلواني وأي بلبلة صغيرة عندِك كده، والأكياس دي طبعًا بتتباع عند مستلزمات الأدوات المنزلية بتبقى متوفرة. وعملت بُصّوا بقى كده وردات كده تحفة كده، أنا ما رضيتش أنزّلها أوي، أوي علشان بس ما تقعش وتسيح، عشان الكيكة جاية بميل شوية. تزيين بقى بُصّوا ماماكا مش يعني قد كده في الحلويات، بس عندي برضك فكرة كبيرة جدًا، وباحب الحلويات. ما فيش فينا حد اللي بيبقى فاهم في شغل المطبخ وإيده على طول في المطبخ بيعرف إن شاء الله ما فيش حاجة صعبة عليكِ، الشكل اللي يريحِك اعمليه وفرّحي بيه حبايبِك. بُصّوا بقى والله أنا ما كنت مخططة ولا أي حاجة، هي جات كده وطلعوا تحفة وعسل وعسل وقمر. إن شاء الله تعتمديها وتعمليها وتفرّحي ولادِك بيها، وحاجة بقى كده في منتهى الجمال. خلّصت وحبّة بقى حبايب قلبي من الكوباية اللي إحنا خدناهم اللي عملنا بيها الجناش المعلقة المبشورة، رُحت بقى مزيّنة كده عشان تدّي منظر جمالي وكلّه بقى يبقى شوكولات في شوكولات. وإن شاء الله حبايب قلبي هتطلع معاكِ تحفة. أنا نِفْسي بقى كل يوم أعمل لكم وكل دقيقة نعمل وصفة حلويات، بس زي ما قُلنا مع بعض الأسعار يا بنات نار، فكل فترة والتانية بنعمل وصفة حاجة حلوة علشان حبايب قلبي الأسعار طبعًا بتطلع جدًا، جدًا في العالي. فإن شاء الله ربنا يسهّل كل فترة والتانية نعمل حاجة حلوة كده على قد إيدينا إن شاء الله. لو أول مرّة تشوفيني اشتركي في القناة يالّا، وقولي لحبايبِك على مطبخ أم مكة عشان يوصلِك كل جديد حبايب قلبي في كل مكان. بُصّوا أحلى قلب الأحلى على المتابعين وأحلى حبايب قلبي، ربنا يا رب يكون عندكم الخير والسعد، ويكون كده سَنة حلوة عليكم ورمضان مبارك عليكم إن شاء الله. بُصّوا بقى الشكل النهائي، يالّا بقى عايزة لايكات وعايزة كلام حلو بقى على الفيديو الجميل ده. وإن شاء الله بقى دي بقى يا بنات لمّا سقعت في التلاجة والله، والله مهما أحلف طبعًا أي حاجة فيها كريمة لازم تتحط في التلاجة. يعني بُصّوا تاكلي بقى كده بجنب كوباية قهوة وكوباية أو كوباية شاي، والله يا بنات يعني بُصّوا مهما أوصف والكيك تحفة مع الشوكولات جوّه. بُصّوا بقى أمّا فتحناها مع الكريمة اللي متغطية بالنسكوي واللبن البودر الاختياري مش مجبور عليكِ، وجناش الشوكولاتة والله يا بنات مهما أوصف. بُصّوا أنا عمّالة أدوس عليها أهي، حاجة كده بُصّوا يعني بُصّوا مهما أتكلم إن شاء الله أنتِ تعمليها بقى وتبعتي لي في الكومنتات. كلام حلو بقى يالّا من حبايب قلبي على الوصفة الجميلة دي النهارده، وأشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة من مطبخ مكة في حفظ الله ورعايته حبايب قلبي. واوعي تنسي الاشتراك وتفعلي زر الجرس علشان يوصلِك كل جديد بكل حب وكل مصداقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.